صباح الفل عليكم، ازيكم؟ فاكرين فيلم العاصفة القديم قوي ده بتاع حرب مصر والكويت؟ كان فيه هاني سلامة ويسرى تقريبا. كان فيه جملة في الفيلم ده بيقولوها وما فهمتهاش الا دلوقتي للأسف، لما كانوا بيهتفوا يقولوا اللي بيضرب في العراق بكرة يضرب في الوراق. افتكرتها ساعتها انها وزن وقافية واي كلام بتاع افلام وخلاص، لكن للأسف طلع معناها صح جدا واتطبق جدا. وافهم انت مع نفسك، انا ماليش دعوة. خدوا اليهود غزة وسينا وبكرة يبقوا وسطينا. خلينا نخش في موضوعنا سريعا. كله بيبعت لنا رسائل لما بنعمل اي بوست او فيديو عن فلسطين: انت بتاع تكنولوجيا، ركز في المحتوى بتاعك وبس، يا شاب مالكش دعوة بالكلام ده. بعيد طبعا ان عندي حصانة واتكلم في اي حاجة انا عايزها، انتوا فاهمين يعني، بس ما علينا. بس برضو يعني ليه ما خلينيش فعلا في المحتوى بتاعي؟ ليه كل شويه عمال اقول ده على فلسطين واتكلم عن فلسطين واعمل فيديو عن فلسطين؟ ما خليني زي كل صناع المحتوى التقني او اي محتوى تاني كانوا بيقولوها ساعه الترند وخلاص. ليه كل شويه عمال احشر نفسي في اللي ماليش فيه؟ مركز في التكنولوجيا يا عم، ده انت غتيت يا جدع. شوف بقى، انا نويت اعمل فيديو عشان ارد على كل العبث ده. الكلام ده كله افرازات يعني. ركز في محتواك، انت رافع علم فلسطين ليه؟ انت مصر، ارفع علم مصر، وكل البلا بلا اللي على نفس الشاكلة دي. هرد عليكم يا عم، وعملت لك فيديو اهو عشان ما اقعدش كل شويه اكرر الكلام للناس في الكومنتات او ابعت له حاجه او اقعد ارغي معاه. لا، فيديو هيبقى رد ثابت اهو، وتقدر ترجع له اي وقت. زيت يا عم. مبدئيا كده خلينا نعرف ان النوعيات اللي بتقولك ركز في المحتوى وارفع علم مصر بس وكل الكلام ده، دول المفروض ان هما بيتقال عليهم لفظ انسان يعني، بس هما مش انسان، هما حاجات تانية مصنفة ما بين شخص ضعيف وعاجز وملوش قرار ومستسلم، او شخص تاني فاسد ومنتفع، او شخص تاني جاهل ومش فاهم الموضوع، والنماذج كتيرة قوي. فخلينا نفهمهم دلوقتي ونكسب فيهم ثواب. بص يا سيدي، انا عارف ان الكلمتين اللي بقولهم عن فلسطين او العالم او اي حاجه بيزعلوك او بيأثروا في نفسيتك. انا مش عارف انا مخنف كده ليه، بس ما علينا، لسه ما شربتش حاجه. انا عايز بس افهم نقطه صغيره، يعني انت كل العبث اللي على الانترنت وفي الحياه وفي الكون عدى عليك عادي، والكلمتين بتوع العبد لله الفقير اللي ما عندوش 5-6 آلاف متابع بيتفاعلوا من اصل 130 ألف واحد بيتفرجوا كده وخلاص، يعني هجيبكم ها؟ يعني هو ده اللي وقف في زورك الكلام بتاعه؟ يعني هو ده المشكلة الحقيقية للكون؟ ما زعلتش مثلا على الناس اللي انا بتكلم عنهم اللي تعرضوا لواحدة من ابشع الابادات الدموية اللي في التاريخ؟ ما زعلتش على الاطفال والستات والبيوت والمستقبل الناس اللي ضاع؟ كل ده ما فرقش معاك؟ اللي فرق معاك الدعاء اللي انا بقوله، او الصورة اللي انا بحطها، او الفيديو اللي انا بقوله؟ يا راجل انت حقيقي، انا عايز اقولك والله اللي في مكانك يعني يسكت ويتنايل على خيبته كده ويقعد يتكن في حته، سواء هو فاسد او ضعيف او جاهل او ايا كانت الامثله يعني. اقعد انبط كده مكانك وما تتكلمش خالص يا جدع. ده الموظفين في شركه جوجل اللي هي تعتبر حلم كل شاب اوروبي مش عربي بس، يعني شركه جوجل واحده من اعظم الاقتصادات في العالم يعني بمليارات الدولارات ويمكن اكتر. الناس فيها تضامنت مع القضيه وهم ولا مسلمين ولا عرب، واترفضوا من شغلهم وخسروا كل مستقبلهم. انت عارف يعني ايه تبقى شاب مهندس ومتعلم واللي هو تسعى للوظيفة دي، وفي الاخر عشان مبدأ انساني تفقدها؟ انت عارف يعني ايه وظيفة زي دي تضيع منك في سبيل ان انت تقف مع الانسانية؟ وطبعا ربنا بيعوض، واجر ربنا هيبقى اعظم بكتير للناس دي. بس انا بوريك المثل البسيط بس، يعني اللي انت في دولة من العالم الثالث ودولة نامية ودولة فقيرة، ايا كنت عربي ولا مصري ولا ايه، مش هتيجي زي جوجل يعني والوظيفة فيها، وزعلان على وظيفتك ولا خايف على وظيفتك ولا على صفحتك. يا اخي ميت واكس عليك والله، تنيل. الجامعات الاجنبيه الكتيره اوي، جامعه كاليفورنيا ومعهد، استنى انا ما بعرفش اقوله صح، معهد ماساتشوتس 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 ماساتشوتس. بص، هو انت عارفه، هو معهد التكنولوجيا، انا مش عارف اقولها. فهو المعهد ده يعني طلاب المعهد ده وطلاب جامعة كاليفورنيا وطلاب جامعات كبيرة قوي في كولومبيا وفي امريكا وفي فرنسا وفي انجلترا، كل الناس دي تضامنت مع الموضوع واتضربوا واتحبسوا في الجراجات واتضرب عليهم نار واتضرب عليهم دخان واتبهدلوا، وهم لا عرب ولا مسلمين. وجاي بتسألني انا يلا عربي ومسلم انا بتضامن ليه مع الموضوع او بنشر حاجة ليه؟ طب الناس دي ليه مركزتش في محتواها؟ الشخص المليونير اللي شغال في جوجل مركزش ليه في شغلته وحافظ عليها؟ الطالب اللي في جامعة كاليفورنيا ليه مركزش في دراسته؟ الناس دي كلها اكيد مش هبل، اكيد في حاجة تاني انت مش فاهمها.
وده دوري بقى عشان افهمك يا عم. انا عايز اقول لك قمة العبث ان اليهود نفسهم نزلوا في الشوارع وعملوا مظاهرات ضد الصهاينة. بالمناسبة في فرق بين الصهيوني واليهودي زي ما في فرق بين المسلم والارهابي، وتفاصيل كتيرة كده ممكن بقولها لك بعدين. بس يعني اليهود نفسهم الناس نزلوا، ما عجبهمش اللي بيحصل، ما عجبهمش الابادة. معلش، يمكن انت بالنسبة لك كيوت ان انت تشوف طفل متقطع او بيت متدمر او ناس حياتها اتبهدلت، لان الناس دي بالنسبة لها ده مش كيوت. معلش، هم ناس حساسين بزيادة شوية. يمكن انا برضو مرهف في الاحساس زيهم. المناظر دي اثرت فيا. انا عارف انها مناظر عاديه، بس هي اثرت فينا للاسف. فانا عارف ان انت قوي شويتين يعني. وصلت للعالم ايش بقول لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني لا تصير هدنه، ما تصيرش هدنه، اولادنا راحوا على الفاضي على الفاضي. انا بالنسبه لي بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الموت اشرف من الحياه هذه وبس. فقمة العار بصراحة، أكتر من العار والوكسة اللي احنا فيها كعرب ومسلمين، إن دول يتحركوا وإحنا مش عايزين نتحرك. ولما يجي حد زي ما قلت لك بائس، زي مجرد آخره إنه يكتب كلمتين ومش في إيده أي حاجة، زي كتير ضعفاء عاجزين كلنا، تنقضه كمان يعني لا إله إلا الله. يعني انت كمان مستكتر دي. بس برضو انا هفهمك وهكسب فيك ثواب، ومصر اوضح لك الموضوع بكل الجوانب عشان تبقى اقيمت عليك الحجة، لانك ممكن تبقى معذور بجهلك برضو. فايه، مش هاخذك بالجهل بتاعك. مبدئيا انا عربي مسلم قبل ما ابقى مصري او اي جنسية، ومسلم قبل ما ابقى عربي كمان. ففي حاجات واجب علينا وفرض علينا كمان قبل ما يبقى واجب من ربنا ان احنا ندافع عنها وان احنا نتضامن معاها. انت للأسف الموضوع مش سياسة خالص. اللي فهمك ان قضية فلسطين دي سياسة ده ضحك عليك، ده تغييب. القضية قضية عقيدة، قضية نخوة وكرامة، مش قضية سياسة خالص ولا ليها اي علاقة بالسياسة. دي اول حاجة تفهمها. ايمانك كمسلم مش هيكتمل الا لو فهمت الموضوع ده وعملت الواجب اللي ربنا فرضه عليك. ومش لازم كل حاجة في الجهاد ان انت تروح تمسك سلاح، لا. ان انا اصلا قاعد بقولك معلومة ده جهاد، جهاد بالعلم. ان انا بصرف على بيتي وولادي وبربيهم كويس ده جهاد. ففي انواع كتيرة للجهاد، مش الجهاد دايما تمسك رشاش وتروح تضرب يعني، لا. في انواع كتيرة للجهاد. فانت جهاد العاجز او جهاد الناس المستضعفة اللي زينا ان انت تدعي، ان انت تتكلم، ان انت تنشر القضية، ان انت تفهم وتوعي الناس في المقاومة هناك. وشعب فلسطين بيبعتوا تحية للناس اللي بتتضامن معاهم ويوصل لهم الدعم المعنوي. الناس دي محتاجة الكلام ده. عيالك محتاجين يفهموا مين فلسطين ومين إسرائيل وإيه الحكاية اللي دايرة دي كلها. فالكلمة بتفرق، المعلومة بتفرق. ربنا بعظمته لما حب يكلمنا بعت لنا كلام في كتاب مقدس أيا كان اسمه. فربنا بيكلمنا كده، فالكلمة ليها شأن عظيم قوي. بس احنا للأسف بقينا الكلام بتاعنا كتير هبل، فمش فاهمين يعني ايه كلمة. القرآن اللي احنا بنقراه ده ما هو كلام مكتوب، كلام من عند ربنا. وربنا أول آية نزلها اسمها اقرأ. فده كله يوريك يعني ايه الكلمة، يعني ايه الكلمة ليها تأثير، يعني ايه الكلمة بتوصل. الجهاد بتاعك ان انت تنشر انجازاتهم، تشوفهم بيعملوا ايه، تشوفهم بيتضربوا ويروحوا يقعدوا على المية ويصيفوا ويهربوا من الحر، تشوفهم البيت بتاعهم متبهدل ومضروب 3 صواريخ وقاعدين بيكنسوا التراب وقاعدين العواميد المسلح باينه، تشوفهم قاعدين بيضحكوا بيقولوا الحمد لله عشان كلوا رغيف عيش بعد جوع شهور. تشوف كل ده وتنشره، تدعي لهم. الدعاء ليه شأن كبير عند ربنا وبيغير الحاجات الوحشه، وفي احاديث كتيره تثبت الكلام ده. انت كل ده مستكتره ان انا بعمله او بعمل 1 في المليون منه، وبتقول لي انت بتعمل كده ليه وركز في محتواك يا جدع. انا زي ما قلت لك عندي 130 الف، مفيش الا 5000 منهم تقريبا بيتفاعلوا ولا 10000، والباقي بيستنى المسابقات والحاجات الهبل دي. بس انا لو هوصل الرساله لواحد بس، الاسلام بدأ بواحد يعني، بدأ بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وامن بيه ابو بكر وهكذا وهكذا. والمسيحيه برضو كذلك، تلاميذ سيدنا عيسى والناس زمان اللي كانوا مؤمنين بسيدنا عيسى لما جه على اليهودية كان حاجة جديدة برضو، وكانوا الناس مش بيؤمنوا بيه وشايفينه ان هو برضو ساحر او حد كذاب وهكذا. كل رسالة او كل حاجة بتبدأ في الدنيا الناس بتكذب بيها، حتى العلماء اللي بشر زينا. اي عالم اخترع حاجة او عمل حاجة ثورية اتهاجم في الاول وبدأ بعدد قليل. فانا مش فارق لي خالص الكم، على رغم التخاذل من كل المنصات التكنولوجية وغيرها وخدوا الموضوع ترند اول يومين وخلاص. بس انا مش فارق لي ده كله خالص. نفس مبدئي في موضوع التكنولوجي والتخصص بتاعي، لو هوصل معلومة ازاي تصلح جهازك او ازاي تعمل اي حاجة في التكنولوجي في الكمبيوتر لواحد بس، انا كده نجحت. انا عاوز اكتر من كده ايه؟ المدرس بيقعد في الفصل بيعلم 40 طالب ولا 50 طالب وبيقول لك بص ده المعلم ده حاجة كبيرة قوي، بيفخر بذاته.
فاحنا بنتكلم في آلاف يعني، فلا زي الفل، انا راضي يا عم ومبسوط. انت لو عاجز او فاسد او ضعيف او منتفع او ايا كان حالك ومش قادر تعمل كده، اسكت، ليكن خيرا او ليصمت. اقعد كده ادعي ربنا يفتح عليك وينور بصيرتك وتعمل زيي وتعمل اكتر مني، وتدعي وتقدم اي حاجة تبرأ ايديك من التخاذل، تبرأ نفسك من ان انت ضعيف وجبان. الكلمة والدعاء ده انا قصاد ربنا ببرأ نفسي بيه. يعني الحاجات اللي طلعت زي ما بقولك من جامعات لا عرب ولا مسلمين ويهود اصلا، ما طلعتش من عندنا، من الازهر الغير طيب، الله لا يبارك له ولا يوفقه هو وكل العمم اللي معاه، ما طلعتش من مؤسسات كتيرة قوي. فابسط حاجة يا عم، انا لا هقولك انزل اعمل مظاهرة ولا هقولك كسر في حاجة، وانا واحد بحب بلدي وعايز احافظ عليها، بس هقولك ادعي، انشر انجاز للناس دي، فهم الناس القضية، في حاجات سلمية كتير قوي تقدر تعملها. انا لا هحرضك على فساد ولا هقولك روح اسرق سلاح واضرب مش عارف ايه وفجر ايه، لا طبعا الكلام ده غلط، والدين نفسه نهي عنه. انت الجهاد ليه انواع، واحنا جهاد العاجزين امثالنا الدعاء والكلام ونشر الوعي. خلاص جاهد، ده يا سيدي ما اسهله من جهاد، ربنا مديك رخصة، انت مستخسر ايه؟ خايف على صفحتك ولا خايف تقول كلمة؟ طب ما انا ما خفتش اهو، بعيد طبعا ان انا معايا حصانه ومحدش عارف يعمل لي حاجه، بس يعني بعيد عن الكلمتين دول انا ما خفتش. يعني لان ايه، مش بقول كلام غلط، مش كلام حاجه يعني، انت لما تتضامن مع الموضوع ما فيهوش حاجه غلط، التضامن مش جريمه، ان انت تقول للناس ادعوا لهم دي مش جريمه، فانت حتى مقصر في اقل شيء، ما تفهمش ده غضب من ربنا عليك مخليك كده متخاذل ولا ايه. وصدقني انت مش هتبقى بريء من دم الناس دي، لانك انت قصرت في اي تضامن مهما كان ضعيف. خليني اجيبها لك بطريقة تانية خالص. انت تعرف ان تضامنك مع القضية اللي هي اصلا بتاعتك، بس خلينا يلا نقول ان انت متضامن يا عم ومضحي ومتعاطف مع الناس دي، تعرف ان تضامنك ده خطوة في حل مشاكلك انت شخصيا، ودي حاجة هتخليك تعيش احسن ويبقى معاك فلوس ويبقى عندك شقة وعربية ويمكن اكتر. خلينا اشرح لك ازاي. النكسة والخيبة والفشل بتاعنا كلنا في بلادنا العربية الحمد لله اساسهم هو القضية دي، واساسهم ان احنا مش متضامنين مع القضية دي، وحلهم في حل القضية دي. وكل ده اساسه سوء حال الناس اللي في فلسطين اللي عمالة تتباد يوميا ويحصل فيها ابشع المجازر، وسوء حالهم ده بالتبعية منعكس على سوء حالنا احنا. لما تختفي سيطرة الغرب الاحتكارية الاستعمارية اللي بتشفط خير كل البلاد، سواء خير موارد وزراعات ومعادن من تحت الارض والخ، لغاية خير العقول والناس المثقفة والعلماء اللي مصيرهم بينتهي يا اما بيتصدروا لبره ويعيشوا بره بالجنسية الاجنبية، يا اما بيغتالوهم لو كانوا ناس مش عايزين يضحوا بعلمهم الا لبلدهم. والنماذج كتيرة قوي. لما نطرد مناديب الصهاينة من اراضينا سواء حكاما او شعوبا، اصل الصهاينة حوالينا في كل مكان يعني، مش في اسرائيل بس، لا ده احنا عندنا صهاينة اكتر من عندهم. لما بلادنا تبقى منتجة والعقول العبقرية اللي فعلا شباب زي الفل وعنده افكار وعنده اختراعات وعنده مشاريع حلوة قوي ياخدوا فرصتهم، ما يبقاش كل حاجة ماشية على المجاملات وابناء العاملين اللي هم اصلا جهلة. يعني انا ما عنديش مشكلة في ابناء العاملين كفكرة، دي حاجة مشروعة في العالم كله، بس انت اصلا بتبقى جاهل، فده مش مكانك سواء انت ابن عاملين او لا، انت ما تستحقش المنصب ده. حضرتك لما نحل المشاكل دي وقتها انت هتاكل كافيار وسوشي وهتاكل كل اللي نفسك فيه، وهيبقى بلدك ما فيهاش اي مشاكل، او على الاقل مش هتبقى جنة طبعا، بس مش هتبقى بالشكل بتاع دلوقتي ده اللي احنا عايشين فيه. هتركب عربية مرتاح وهتلاقي وظيفة مرتاحة تعيشك بدون ضغوطات، وهتلاقي شقة كويسة مش فيلا يا عم، بس هتبقى عايش مرتاح الحياة الآدمية بدون اي قيود انت اتولدت وفاكر ان هو ده الطبيعي، قيود انت اتولدت في وسطيها وفاكر ان هو ده خلاص الطبيعي بقى اللي احنا نحارب القيود دي. نفس نظرية الخنزير ببساطة، في قصة الخنزير هي دي الواقع الأليم في شعوبنا العربية. باختصار مجموعة شباب ما عملوش أي حاجة، خدوهم حطوهم في الحبس، فالناس الشباب دول قعدوا يقولوا ليه احنا محبوسين ليه، وبقى عندهم مطلب واحد احنا محبوسين ليه. اما جم بعد فتره ما بقوش يدخلوا لهم اكل، بقوا الشباب يقولوا احنا محبوسين ليه وعايزين اكل، بعد فتره ما بقوش يدخلوا لهم شرب، فقعدوا الشباب يقولوا ليه ما فيش اكل وما فيش شرب واحنا محبوسين ليه، بعد فتره دخلوا خنزير معاهم، فخلاص المطالب ابتدت تتعمل، الشباب بقى يقولوا ليه الخنزير ده محطوط معانا، احنا عايزين نطلع الخنزير. دي باختصار يعني وقصه كبيره، اللي هو شتتك بحاجات كتيره قوي وخلاك تحارب فيها، ونساك المطلب الاساسي اللي هم اتحبسوا ليه اصلا، ان هم ما بياكلوش ليه ويشربوا ليه، ان هم مفيش محاكمة اصلا، لا ده بقى كل هدفهم ان هم يطلعوا الخنزير من الحبس بتاعهم، ونسيوا كل المطالب الاساسية واتسحلوا في قصة تانية خالص. هو ده ببساطة اللي الحكومات العربية بتعمله في شعوبها، خطة السحل،
ومؤخرا طبعا مش هقول الحكومات الأوروبية ولا المواطن الأوروبي ولا الأمريكي، لأن كسبة الحريات والكلام ده خلاص طلعت مقلب يعني. ليكم عبرة في اللي بيعملوهم في شباب الجامعات المتضامنين أو المواطنين الأمريكان اللي درجة أولى ومعاهم باسبور أمريكي حاميهم، وكل ده خلاص. خدعة الحرية والديمقراطية خلاص طوفان الأقصى كشف وشها للعالم كله. عشان كده الناس هناك متضامنين من قلبهم، حسوا ان هم كانوا في غيبوبة وخدوا ألم كبير قوي على وشهم. بلادنا مليانة خير، سواء مصر أو البلاد العربية، والخير ده مشفوط بغباء، سواء للحكام الداخليين أو المسؤولين أو الناس مناديب الصهاينة اللي حوالينا، أو حتى من الدول الاستعمارية. احنا بصراحة منفوخين من كل الطرق، يعني مش عايز اقول لفظ وحش، بس احنا منفوخين محلي وعالمي، ما شاء الله ما سابولناش حاجه يعني. الناس دي عامله الواجب وزياده. فباختصار فلسطين لما تبقى حره، اللي هي بتحارب الغرب الاستعماري وبتحارب الصهيونيه وبتحارب الاحتلال وبتحاول تنشر كلمه الاسلام او العروبه وبتدافع عن المعتقدات وي وي وي، لما تبقى حره انت هتعرف تاكل كافيار وتركب عربيه وحال بلادك هيبقى كويس، لانك انت كعربي مسلم هيبقى لك قيمه. الناس دي هي اللي بتحارب بالنيابة عنك دلوقتي، هي الوحيدة اللي بتدافع عنك. انا عايزك تدرك الكلمة دي بس. فلسطين لما تبقى حرة انت في مصر واليمن والعراق وسوريا وليبيا وايه تاني يعني بقية البلاد العربية، انت هتبقى حر برضو، هتتحرر اقتصاديا وفكريا، هتركب عربية وهتبقى عايش حياة آدمية، هتبقى عارف تاكل وتشرب وتعيش بدون ما تشيل هم لقمة العيش. مش هتبقى جنة، مش هتبقى مليونير، بس على الأقل يبقى فيه آدمية، المصطلح اللي هو مش موجود اصلا عندنا. هيعرف شاب عبقري ياخد فرصته، هيعرف الدكاترة اللي بيهجوا وبيكرهوا نفسهم وهم من احسن دكاترة العالم اللي في مصر هيعرفوا ما يهجوش ويحبوا البلد دي ويشتغلوا فيها. المهندس مش هيطلع، المدرس اللي بيتهان في البلد دي وبياخد يعني معلش انا عايز اقول بأسفة جزمة وبياخد اقل مرتب، وامين الشرطة بياخد اعلى منه، فالمدرس هيلاقي قيمته اللي هو بيعلم الاجيال وبيطلع المهندس والدكتور وكل الناس الباقية، كله هياخد حقه. هيبقى فيه ميزانية للتعليم كويسة، هيبقى فيه كل حاجة. فهو هناك بيحرروك من كل القيود دي. الموضوع والله لا هو سياسة ولا هو اي حاجة، الموضوع قبضة محطوطة عليك بفعل مناديب بره وجوه، والناس دي بتحارب عشان تمشي لك القبضة دي. فانت اضعف الايمان يا سيدي ادعي لهم، اضعف الايمان اتكلم عنهم، اشرح انجازاتهم لعيالك، العب على نقطة الوعي. الوعي هو السلاح اللي هم دافعين مليارات في مسلسلات وافلام واعلام فاسد عشان يسمموا عقول الناس اللي مش فاهمة. لو الوعي ما كانش حاجة تستاهل او حاجة عظيمة ما كانوش دفعوا المليارات دي وهارونا مسلسلات وافلام وبص غسيل عقول. فانت العب على نقطة الوعي. لما تبقى كل حاجة فاسدة لازم تحتمي بعقلك وبوعيك، يبقى عندك وعي سليم وفطرة سليمة. ده كان ردي باختصار شديد جدا، وانا شلت حاجات كتيرة من الحلقة بس عشان ما اطولش عليكم. لكل اللي بيقول ركز في المحتوى ودايلهم ومش عارف ايه، هو ده المحتوى يا حبيبي، وهو ده اللي ربنا يحاسبني عليه، وهو ده اللي انا ببرأ ذمتي من دم الناس اللي هناك بيه، وهو ده اللي انا بقول يا رب بيه. انا عاجز عن ان انا جاهد فعليا، وانا بجاهد بأضعف الايمان، فهو ده اللي انا يعني هقف بيه قصاد ربنا بس. فأي حد عنده منبر ولو بسيط، سواء في جامع بيقعد قصاده 10 أشخاص، أو في مدرسة، أو بيلم أصحابه بيقعدوا، أو أي حاجة، أو قناة أو صفحة، لو ما تضمنش يبقى ده كده عنده ذنب عظيم أوي عند ربنا ومفرط في جزء كبير أوي من دينه. حاولت أكون فاكك على قد ما أقدر في الحلقة دي عشان برضه يبقى دمها خفيف، ويا رب أكون قدرت أوصل أي حاجة. هتلاقي مراجعات حلوه قوي على القناه. بقى نرجع للمحتوى، نركز في المحتوى عشان انا اقتنعت بكلام الراجل والناس اللي بيقولوه لي في اول الحلقه. فعايزك بقى تخش على القناه كده، هتلاقي محتوى جامد جدا. لو عايز شرح لاي حاجه تقنيه ابعت لي، لو عجبك اي مراجعه وعايز تستفسر عن القطعه ابعت لي برضه، ولو في قطعه شاغله بالك وعايز تعرف تفاصيلها قول لي وهحاول اجيبها لك واعمل لك ليها مراجعه. وبس كده، وربنا يصلح حال بلادنا جميعا يا رب، مصر، فلسطين، سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، وسائر بلاد المسلمين والعرب يا رب. يلا مع السلامه. لا تصالح ولو منحوك الذهب،